بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وكلكم طيبين، تعيشوا وتصوموا، تعيشوا وتحضروا نهضات، وتعيشوا وتتمتعوا بأبوة الآباء الكهنة هنا كلهم غاليين عليا جدا، وأعرفهم كلهم تقريبا، وبعضهم ليه تاريخ طويل معايا لعشرات السنين. طبعا في عدد كبير برضو من أفراد الشعب تربطني بيهم محبة كبيرة من فترات طويلة قوي. في حب غير عادي للست العذراء، في سر زي ما القديس أثناس بيقول، في سر خالد خاص بالست العذراء. يحبوا نهضات الست العذراء، أيقونات الست العذراء، تماجيد الست العذراء، معجزات الست العذراء، أي حاجة تخص الست العذراء. نسبة كبيرة من كنائسنا على اسم الست العذراء، نسبة كبيرة من أسماء بناتنا على اسم الست العذراء وصفاتها ومشتقات الاسم وصياغ الاسم في لغات متعددة. في حب غير عادي، واحنا طبعا بنعتز بالسيدة العذراء لأنها واحدة مننا، أفضل ما فينا وأقرب من فينا إلى السيد المسيح، فبنعتز بها وبنعتبرها أمنا في أمومة جميلة قوي بتتسم بها الست العذراء، بنحس إنها أمنا كلنا. الشهر ده شهر مصر، وإحنا بنحتفل بتذكار إظهار إصعاد جسد السيدة العذراء مريم، تذكار إظهار إصعاد جسد السيدة العذراء مريم. برضو شهر مصر ده آخر شهور السنة تقريبا، يعني مع الشهر الصغير النسيء ده اللي هو 5-6 أيام. فأغلب قراءات الكنيسة بتتكلم عن الفرصة الأخيرة، عن اللي رجعوا لربنا، عن الساعة 11، عن الحق الرجل، كلها كده. وامبارح كنا بنتكلم عن فريسي والعشار، النهارده برضو بنتكلم عن لاوي بن حلفة. والقراءات اغلبها الشهر ده بيتكلم عن النهاية، حتى قبل عيد النوروز على طول كل قراءات الكنيسة بتتكلم عن المجيء الثاني ونهاية العالم والبروسية، ظهور المسيح الثاني. فحسب اتفاقي مع أبونا ميخائيل هنتكلم عن الرجوع إلى الله. أنا اخترت عنوان هو سر الساعة 11. يعني أنا مش هتكلم عن أصحاب الساعة 11 تحديدا، لكن هتكلم عن حتة دي بس، الساعة 11، وبقول إنها ساعة واحدة. كنيسة من البداية خالص ادت للساعة 11 أو 5 مساء اهتمام كبير جدا، سواء في الطقس أو في الصلوات بتاع الإجبية، أو اهتمامنا بخلاص نفوسنا، أو بعقيدة البروسية اللي هو مجيء المسيح الثاني. فرتبت الكنيسة نصلي كل 3 ساعات صلوة، الساعة 6 9 12 3 6، باكر 3 6 9 النوم. فجت الكنيسة المرتشدة بالروح القدس وقطعت التسلسل ده، جت عند آخر 3 ساعات وقالت ما بقيش إلا 3 ساعات، فقبل نهاية الساعة الأخيرة راحت قطع التسلسل ده وقالت خلينا نعمل وقفة نسميها الساعة 11 أو 5 بعد الظهر، لأن اليوم بينتهي عند الساعة 6 بعد الظهر أو 12، ما بيفصلش الساعة 11 عن نهاية اليوم، عن نهاية الحياة، لأن اليوم بيشير للحياة، النهار بيشير للحياة، والليل بيشير للموت، إلا ساعة واحدة بس. ويشير السيد المسيح إلى ساعات النهار قائلا أليست ساعات النهار 12 ساعة؟ قال يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. وكان الناس زمان يستعدوا للنوم الساعة 5 ويروحوا في النوم الساعة 6، وكان الليل للراحة والنهار للعمل. وفي الأديرة عندنا كانوا يناموا مع غروب اليوم أو مع الساعة 6، ويقوموا قرب الساعة 12 يصلوا صلاة الستار. وصلاة الستار اللي كانت أصلا صلاة خاصة بالشعب هنا
قبل ما تضاف لتدبير الرهبان. كان الشعب زمان هو اللي بيصليها هنا. وصلاة الستار هي إسدال الستار على اليوم، فيصحوا على 12 وقبل 12 يسدلوا الستار على اليوم، وبعد كده بيدخلوا في طقس بقى اللي هو صلوات نص الليل وتسبيحة نص الليل، ويختموا الخدمة بتاعت صلاة نص الليل وتسبيحة نص الليل مع إشراقة النور. يعني الرهبان اتعودوا انهم يعملوا التسبيحة الساعة 3-4 الصبح، ويفضلوا في الكنيسة لحد ما النور يشرق، وتبقى الحياة الجديدة، الحياة الأبدية زي ما تسموها. ايه الفرق بين موضوع صلاة الساعة 11 والثانية 10 أو 5 و6 بعد الظهر؟ الأولى بتتكلم عن غروب الحياة، الثانية بتتكلم عن نهاية الحياة. النار يشير للحياة والليل للموت. واستخدم تعبير الرقاد في الكتاب المقدس وفي الليتورجية للنوم والموت معا. يعني لما ابونا صلى وشيت الرقدين من شوية قال إيطاف انكت، انكت يعني رقد أو مات، نام أو مات. حتى السيد المسيح لما راح يقوم لعازر قال لعازر حبيبنا قد كان ميت، ولما راح يقوم ابنة يايروس قال لم تمت الصبية ولكنها وكانت ميتة. فالنوم والموت بيستخدم ليهم تعبير واحد. أو ممكن أقول لكم إن النوم موت قصير والموت نوم طويل. الموت نوم طويل والنوم موت قصير. وجاء عن الموتى الذين سيقومون عند مجيء السيد المسيح أنهم يستيقظون، وتعبير يستيقظ ده مرتبط باللي نايم أكتر. فيقول دانيال النبي وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي، في دانيال 12 آية 2. لما ابونا بيجي يقف عند الغروب عشان يصلي صلاة عشية أو يرفع بخور عشية، بيقف على الجنب الشمال في الهيكل قبل ما يفتح الستر. وكان في الطقس يقف حافي القدمين وعاري الرأس، رتبة العبيد. العبد لا يلبس حاجة على رأسه ولا يلبس حاجة في رجليه، فمتخذ هيئة العبد أو رتبة العبد نائبا عن كل اللي في الكنيسة. فبيقف في تذلل ومسكنة ويستأذن ربنا إنه يصلي. حتى ما بيبتديش باسم الآب والابن ولا أبان الذي، يبتدي يقول ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. بيسترحم ربنا، بيستأذنه إنه يفتح الستر علشان يبتدي الصلاة. وتتخذ الكنيسة كلها وضع العشار في اللحظة دي. العشار وقف، كنا لسه بنقول امبارح في العشية، واقف منكس الراس مطاطي الراس، راسه ألقاها على صدره، واقف في مسكنة. فالكنيسة كلها متخذة هيئة العشار أو وضع العشار، زي ما الشماس في القداس وفي العشية وباكر يقول تاسقي فلاسيمون احنوا رؤوسكم للرب. فالكنيسة كلها تاخد وضع العشار. فابونا يقف بمسكنة على جنب الهيكل، وكمان أضاع اليوم ولم يتبقى إلا ساعة واحدة بيحاول يستثمرها هو والشعب. جايين يتاجروا بالساعة اللي باقية، يمكن يربحوا الملكوت، يطلبوا الرأفة، يلتمسوا أن ربنا يضمهم إلى أصحاب الساعة 11. ونقف بمسكنة وابونا يبتدي الصلاة ينوب عن الشعب كله. ده بنقول في الليتورجية حوالي 70 مرة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم، كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. وفي كل مرض من المرضات يقولوا الشماس الشعب يقول يا رب ارحم، وفي 4 تسبحة يا رب ارحم، وفي الليتانيات ليغفر لنا خطايانا. فاكر كان في مديحة قديمة، الكبار في السن فيكم اللي بيحبوا المدايح القديمة يفتكروها، المديحة بعنوان السلام لك يا مريم يا يمامة جليلة تصيح، موجودة في كتاب التماجيد. في 40 3 فيها يقولوا ايه؟
فيا ويلي ويا أسفاه، فات العمر ولا أدراه. أجر الكرام أجراه وأنا خالي من الأجرة. عبر الشتاء والصيف. برافو، في حد بيقولها معايا، برافو عليكم، برافو، أشكرك. عبر الشتاء والصيف ولم أظفر بخلاص. قرب الحصاد والهيف وأنا مربوط بقصاص. يا رجاء من خاب رجاه، أم وعرش وعذرة. عفو ابنك أترجاه، لا يحسبني من اليسرى، من أهل الشمال اليسار يعني. تأخرت في المتجر فخابت مني التجارة. جئت في 11، الساعة 11 اللي بتكلم عنها، راجي قبض الأجرة. طمعان فيك يوم الحشر، يوم الدينونة يعني. وجرحي بك يبرأ. وقت خروجي حضر، وفي الساعة المرة جريني يعني انقذيني. وأنا في اليسر أو في الشمال، في حسبك يا عذراء. البسيني إكليل الظفر، ووفيني أجرة بكرة. كان يقول لهم بيبكوا. فاكر كانت مؤثرة جدا جدا، ما طبعا ما بيقولوهاش كتير دلوقتي. وطبعا ولو اني مش بتكلم الليل عن اصحاب الساعة 11، لكن مرورا بسرعة عليهم الشهداء اللي استشهدوا في اللحظة وفي التو لما امنوا والوالي قتلهم. وكتير من التائبين المشهورين، دي القديسة بائسة، ده القديسة مريم، واللص اليمين، والناس اللي ندموا أخيرا، والناس اللي بيعترفوا على سرير الموت، واللي اقتنصوا الأيام الأخيرة قبل الامتحانات، والأشخاص اللي انتبهوا أن الزيت المتبقي في المصباح كاد ينفذ. عشان كده إنجيل العذارى الحاكمات الجلات هيتقري كذا مرة الشهر ده. ودي المشكلة اللي واجهت العذارى الجاهلات، ما كانش في وقت يعني أو في متسع من الوقت علشان يتجاوزوها يعني. ممكن أدي صلاة الساعة 11 عنوان اقترب الملكوت، والساعة 12 أقبل الملكوت. والفرق بين الاثنين، اقترب الملكوت في بصيص أمل، أقبل الملكوت خلاص آخر فرصة راحت، استنفذ الوقت أو الفرص. عند الغروب الكنيسة تنتبه إن النهاية اقتربت، لكن لسه باقي وقت، النهاية لم تأتي بعد، ومع ذلك فالمتبقي قليل جدا. كانت منادات السيد المسيح في بداية خدمته وكذلك يوحنا المعمدان هي توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. ولما السيد المسيح أرسل الرسل علشان يكرزوا قال لهم قولوا العبارة دي بس، توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. والبعض ظن أن مجيء المسيح وشيك، والبعض ظن أنه بعيد قوي. هو ربنا ليه ما أعلنش عن ميعاد مجيئه؟ لو قال إن مجيئه وشيك الناس يضطربوا، ولو قال إن مجيئه لسه بدري عليه الناس تكسل، واللي يكسل في البداية هينتهج الكسل منهج. إنما النهاية الحقيقية مش مجيء المسيح، موت الإنسان، وده مش معروف إمتى. زي قطر كده وكل واحد بينزل في المحطة بتاعته، محدش عارف محطته فين يعني. دي مجرد ساعة واحدة بس. عبارة اقترب الملكوت تحمل تحذير وتحمل رجاء. التحذير ان باقي قليل قوي، والرجاء ان لسه الباب ما اتقفلش. الرجاء انه الملكوت لم يقبل بعد، الباب لم يغلق بعد، ما تزال هناك فرصة. ولكنها تحمل تحذير خطير ان المتبقي قليل جدا. الباب مش مفتوح على مصراعيه ولا تسك، يعني لا مفتوح على اخره ولا سوكر، لا، باقي حته صغيره قوي كده، مجرد ساعه واحده فقط. وقد يحتاج الداخل الى جهد انه يحشر نفسه عشان يعدي. في التدبير الرهباني اعتاد الرهبان يجتمعوا للصلاه بتاع الساعه 11 دي او وقت الغروب
في حتة يفتكرها أبونا يوحنا والآباء الكبار اسمها الدكسار. دكسار ده مكان على حرف الكنيسة، يعني منه لخارج الكنيسة على طول، مكان مكشوف كده. ربما دكسار من زقصة كان بيعملوا فيه تمجيد بعد الصلاة. هل ليه تفسير؟ هل في رمز ده؟ هل معناه ان احنا على الحافة والمتبقي قليل، مجرد خطوات ونكون بره؟ في مثل ذلك الوقت من اليوم يقول المصلي بمسكنه: اسرع لي مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات وشهوات وقد مضى مني النهار وفات. وعاشوا الآباء كل حياتهم داخل إطار الساعة 11، كل فكر دي الساعة المتبقية، وكانوا أكثر استعدادا بالتالي، وعرفوا قيمة الوقت كويس قوي، لأنهم أدركوا أنه المتبقي ربما لا يكون أكثر من مجرد ساعة. وخلال الساعة دي في البعض قفز قفزة واحدة فسبق كل اللي قبليه. قديس مكاريوس الكبير يقول إن نيات الناس مختلفة، حتى أنه يمكن لإنسان بنية نشيطة وحارة أن يتقدم في ساعة واحدة ما لا يمكن لغيره أن يتقدموا في 50 سنة إن كانت نياته متوانية. والقديس الأنبا زوسيما يقول عن النيات دي النشيطة والمتوانية أنك يمكن أن تقدم لله في ساعة واحدة ما لا تقدمه حركة نية أخرى في 50 سنة، نية متوانية يعني. والشيخ الروحاني يقول عن اليقظين اللي زيكم إن أتعاب الشيطان التي تعبها في سنين كثيرة تضيعها التوبة في ساعة واحدة. في المقابل في ناس مشوا مع ربنا كتير قوي وضلوا على مقربة من النهاية. ومن المواقف أو الموقف تحديدا اللي جاي ده ندرك خطورة ده. يقولوا الآباء جاء عن شيخ مدحته أفكاره لأجل أعمال قد صنعها من قبل، قائلة له بأنه قد أهل للرجاء وعدم الفساد، الإكليل يعني. فأجاب الشيخ أفكاره قائلا: إني لازلت سائرا في الطريق وباطلا تمدحونني. دي مجرد مجاملة، لأني لم أصل بعد إلى نهاية الطريق. ومرة حكوا للأنبا أنطونيوس، قالوا له ناس كانوا رايحين يزوروه، قالوا له إحنا جايين في أحد الشبان، مش كان راهب أو مش راهب، أمر حمير الوحش إنها تقف وسخرها إنها تشيلنا وتجيبنا عندك. فقال لهم إيه؟ إنه سفر عظيم ولكني لا أعلم إن كان سيصل أم لا. عظيم اللي عمل الراهب ده ومواهبه، لكني لا أعلم إن كان سيصل للنهاية أم لا. وأب اسمه الأب سمعان العمودي نواحي سوريا كده قال: كما أن الإنسان إذا مشي كثيرا نحو المدينة ونقص سيره ميلا واحدا فقد أضاع كل تعبه ولم يدخلها، كذلك الإنسان إذا لم يجاهد إلى النفس الأخير لا يدرك مدينة الأطهار. اوعى حد يثق في نفسه بزيادة، اوعى. ليك يقظ دايما، صاحي دايما، منتبه دايما، حذر دايما. حكى لي حد قريب انه كان واقف في طابور زي طابور جماعية في ايام حر زي دي، واقف من 10-11 الصبح لحد 4-5 بعد الظهر، والطابور فيه 200-300 واحد، وكل ما الطابور يتحرك يتجدد الامل فيه انه يوصل للشباك، وكل ما اللي قدامه يتحرك ينبسط انه قرب من الشباك، لحد قرب 4-5 بعد الظهر، وبينه وبين الشباك زي بينه وبين الباب ده، وهو بصت عليهم بسط قرب، اتقفل الشباك. وطبعا اللي جوه الشباك ده موظف، قفل ومشي. نادوا عليه وخبطوا على الشباك، ولا على الشباك ولا ليه دعوه. ممكن يحصل حاجه زي كده، ربنا ما يسمحش. ممكن حد يبقى على مقربه من النجاه، من الخلاص، من الوصول، من الملكوت، ويحصل كده، ربنا يستر. أنبا موسى الأسود يقول إيه؟ أيها الحبيب، ما دامت لك فرصة للتوبة فارجع،
وتقدم إلى المسيح بتوبة خالصة. سارع قبل أن يغلق الباب فتبكي بكاء مرا فتبل خديك بالدموع بدون فائدة. اجلس وترقب الباب قبل أن يغلق. اسرع واعزم على التوبة. قال كده القديس بولس الرسول إنها ساعة لنستيقظ. أنهي ساعة؟ كل ساعة. عايش الساعة دي، عايش المشاعر دي. قال هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. ده في رومية 11. آسف إن أنا أقول لكم إن اللي هلكوا عند الساعة الأخيرة لم ينتبهوا أن المتبقي قليل جدا. سرقتهم الثقة الزائدة بالنفس والغرور واللي اعتمد على سابق جهاده، وضاعوا ما بين الساعة 11 والثانية عشر، ورقدوا وقد خسروا كل شيء. فالقديس بولس بيقول إنها ساعة نستيقظ. هو بيتكلم بشكل عام عن الإرادة القوية في اتخاذ القرار، إلا إنها مناسبة للكلام النهاردة. إنها ساعة نستيقظ، إنها الساعة 11. كان في 2 قديسين، واحد اسمه أنبا أور وواحد اسمه أنبا تدرس، كانوا أصدقاء في الحياة البرية يعني الرهبانية، وكانوا بيعملوا الآلية بتاعتهم بيدهنوها من بره. بعدين فجأة وقفوا هما الاتنين وقالوا لو افتقدنا الرب في هذه الساعة ماذا نصنع؟ وأنا عايز برضو أسألكم سؤال، لو ربنا افتقد حد فينا النهاردة يروح فين؟ كانوا زمان بيقولوا لنا ان الواحد وهو بينتقل من هذا العالم وهو بيحتضر، ربنا يطول عمركم، يقدر يعرف هو رايح فين. فساعات كان يبقى مبتسم وبشوش، ساعات مكتئب فيقولوا لما يجي ينتقل من هذا العالم يبقى عارف هو رايح فين. لا، حتى وهو عايش دلوقتي لو صادق مع نفسه يقدر يعرف هو رايح فين. تدي لنفسك كم على 10 بصدق كده بينك وبين نفسك؟ 10، 9.5، تاخد كام؟ يعني لو وزنت بالموازين توجد فين؟ تقدر لو أي حد فيكم واحد أو واحدة صادق مع نفسه يقدر يعرف لو أخذ النهاردة يروح فين. يعني لو ربنا قال لواحد النهاردة كفاية يا فلان كده، كفاية عليك، تعالى أنا هوريحك من أتعابك يعني، أو كفاية عليك كده، يزعل، يفرح، ينطلق، يكتئب، يزغرط، يعمل ايه؟ كانوا بيبقوا فرحانين جدا وهم منطلقين. فاكر انا ان في اب لما جه ينتقل من هذا العالم كان في تقليد زمان ان لما راهب يجي ينتقل من هذا العالم كانوا يتلموا حواليه رهبان الدين ل4 أسباب. السبب الأول يشوفوا قسمات وجهه وهو بينطلق من هذا العالم، مبسوط مستريح ولا مكمد، عنده أسرار هيقولها لهم، لو سألوه هيرد على أسئلتهم. ونمرة 4 يمكن يجي قديسين وملائكة ياخدوه فيستمتعوا بالمنظر ده. فالرجل ده كان أب طاقي قوي، فلقوه بيبكي. قالوا له بتبكي ليه؟ قال كان نفسي ربنا يطول عمري شوية. قالوا له ليه؟ أنا عاوز أجاهد. قالوا له ما أنت جاهدت كتير. قال لا، نفسي أجاهد أكتر. قالوا طب عايز ربنا يديك قد إيه؟ قال إن شاء الله يوم. قالوا يوم إيه جنب 70 سنة؟ تعمل إيه في اليوم ده؟ قال له ما عرفتش أعمل فيه حاجة، أبكي بس. يديني يوم 24 ساعة وأنا أخدهم كلهم دموع. بس طبعا مش دموع الكآبة أو الندم أو الحزن، دموع التعزية، يسموا الدموع يعني طعام الروحيين، يعني طعام التعزية بتاع الروحيين. عايز يوم واحد بس. والمتنيح البابا شنودة يقول سكان الجحيم بيتمنوا يوم من الأيام اللي احنا عايشينها دلوقتي، ويبصوا علينا ويستغربوا يقولوا ازاي الناس دول بيضيعوا وقتهم، ازاي بيهزروا بيلعبوا بيناموا. ده بمناسبة بقى الساعة 11 والثاني عشر والنوم، ده كل واحد فينا تقريبا نايم تلت عمره، ده لو معتدل في نومه يعني.
نايم طول عمره. تصور واحد عنده 60 سنة نايم 20 سنة، 20 سنة نايم. واحدة عندها 18 سنة، طبعا أقصى حاجة 18 سنة، 6 سنين نايمة، 6 سنين. مع اتفقنا ان النوم موت والموت نوم. انت اسأل نفسك بين وقت والتاني، انا سيرتي مرضية للرب؟ سيرتي او مسيرتي او حياتي ترضي ربنا؟ تأهلني للملكوت؟ وسيبك من رأي الناس فيك، على نفسك احكم يا أخي قبل أن يحكموا عليك، لأن الحكم لله وحده. القديس مكاريوس الكبير قال كده لما سطر على واحد أخطأ: على نفسك احكم يا أخي قبل أن يحكموا عليك، لأن الحكم لله وحده. ونندراوس الصمويلي اللي كان كفيف كان يقعد في الدير على مصطبة كده طويلة كده، وما بيشوفش، فمش بيرنم عشان يسقفوا له، ولا في خرس حواليه مثلا يردد وراه، لا ابدا، هو بيقعد لوحده كده بينه وبين ربنا، يصدح كده زي العصفور. كان صوته جميل قوي. فكان في مديحة يقولها بعنوان يا نفسي توبي، لو برضو حد فيكم يفتكرها، وموجودة يعني، وصوته رخيم جميل. فأنا فاكر بيت من أبيات المديحة دي، يقول: جاني المداين بالليل وأنا نايم على فراشي، قلت له استنى شوية، قال ما بقاشي، قلت له كمان شوية، قال ما منهاشي. إخواتك عزلوا ورفقائك حملوا، استعد للرحيل أنا ماشي. دوروا عليها هتلاقوها، مؤثرة جدا. جاني المداين بالليل وأنا نايم على فراشي، قلت له استنى شوية، خلاص الساعة 11 والتاني 10 خلاص، قال له ما بقاش، خلاص ما بقاش فرصة. كمان شوية قال له ما منهاش، ما فيش جدوى من النقاش يعني. قال له اخواتك عزلوا ورفقائك حملوا، خلاص خلص، العناصر احترقت منصهرة، ومفيش أرض ولا سماء، في سماء وأرض جديدة، احنا ماشيين. الساعة الأخيرة اللي هي 11 و12، القديس يوحنا الحبيب يقول: أيها الأولاد إنها الساعة الأخيرة. يقول الكلام ده من 2000 سنة، إنها الساعة الأخيرة، في رسالته الأولى أصحاح 2. اقبلها باعتبار إنها الساعة المتبقية، أو أنه لم يتبقى إلا ساعة واحدة، زي البوق الأخير كده. بتفكرني كمان بالجرس اللي بيضرب في الأديرة 3 دفعات في نص الليل، تعرفوا كده؟ لو حد فيكم بيروح الأديرة ويحضر تسبحة، في جرس نص الليل اللي هو قبل التسبحة يضرب 3 دفعات، يعني مثلا 12 دقة وبعدين 3 دقات فاصل، و12 دقة و3 دقات فاصل، و12 دقة ويختم 3 دقات، لعل الراهب يعني ينام ما بين المرة والتانية فيفكروه. سموها الهجعة الأولى، الهجعة الثانية، الهجعة الثالثة. ودي متاخدة من بستان جسيماني، لما السيد المسيح صلى 3 مرات، وفي كل مرة يفتقد التلاميذ يلاقيهم نيام، يقول لهم: أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ وفي الآخر طبطب عليهم وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا. ففي الدير ما كانش عندنا منبه طبعا الحقيقة، يعني ما كانش عندنا كهرباء، ولا في ساعة فيها، ولا في موبايلات، ولا في منبه، ما فيش أي آلة صحينا. كان الجرس بتاع نص الليل، وفي الهدوء الشديد، والجرس بيضرب في المنارة كده، ممكن صحي الناس على مسافة عدة كيلومترات يعني. ومع ذلك ممكن واحد ينام ما بين الدقة الأولى والأخيرة، يعني 3 دقات، ويوقف الريتم ده بدفعة، وبعدين 3 مرات، فواحد يصحى التسلسل ده اتقطع. فبيعتبر دي الساعة الأخيرة أو الدقة الأخيرة. في لوحة مشهورة للقديس يوحنا السلمي أو الدرجي،
قديس يوحنا الدرجي ليه كتاب اسمه سلم السماء أو درجات الفضائل يعني. عملوا لوحة كبيرة بتترجم الكتاب ده وفكره. واللوحة دي عبارة عن سلم، بس السلم على درجتين، على حطتين. الحطة الأولى والدرجة الأولى مايلة براحة للمبتدئين، والتانية واقفة شوية. وناس كتير جدا 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 طالعين على الدرجات دي حسب درجاتهم وحسب أعمارهم وحسب الوقت. والسيد المسيح واقف في آخر السلم فوق ببهاء شديد وفاتح ايديه بيشجع اللي طالعين. وناس وقعوا في النص، وناس بيجاهدوا، وناس بيحاولوا، وفي شيطان زي التنين تحت السلم فاتح بقه قد كده عشان يلتهم اي حد يقع، متربص باللي طالعين. وفي الاخر المسيح واقف بياخد بايد اللي وصل ناحيته، وفي ناس قرب المسيح فوق وقعوا وهم خلاص على قاب قوسين او ادنى زي ما بتقولوا من السيد المسيح. ومع ذلك أدرك الله كثيرين ولم يشأ أن يهلكهم أو يضيع تعبهم اللي فات، إلا الناس اللي رفضوا حتى مبادرة الله. إيه رأيكم إن الساعة 11 هي الزمن اللي احنا عايشين فيه ده؟ نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور زي ما القديس بولس الرسول ما قال. وما تنسوش إن احنا عايشين في اليوم السابع، واليوم السابع ده اليوم الأخير قبل اليوم الثامن اللي هو الحياة الأبدية. يوم الأحد دايما يشير للحياة الأبدية. كتير بيقتنصوا الوقت المتبقي للحاق بالركب ويجروا بقوة، يمكن يوصلوا قبل ما عقرب الساعة يوصل ل 12 ويغلق الباب. مش العذارى الجالات ضيعوا الفرصة المتبقية؟ ولما جم عند الساعة 12 لقوا الباب اتقفل. وأخطر عبارة ممكن يسمعها إنسان على الإطلاق في حياته: أغلق الباب. أخطر عبارة. أغلق، خلاص كل الفرص انتهت والوقت نفذ، وأغلق الباب. فصل بين فريقين، فريق جوه ما فيش خطر عليه، وفريق بره ما يعرفش يدخل. زي باب الخراف كده، لا ذئب يقدر يدخل ولا غنمة تفقد. العجيب بقى ان في بعض الناس يعشقوا الساعة 11، يحبوا الزنقة في كل حاجة. يحب يتزنق في المذاكرة وفي المواعيد وفي الصحيان من النوم، ويظبط المنبه على مثلا 12 الا ربع، وماني يخليها 12 الا 10، وماني يخليها 12 الا 5. يحب الزنقة يعني. والعجيب ان بعضهم بينتج في الوقت ده. يعني انا سألت بعض الناس، وربما يكون فيكم برضه حد يعشق الزنقة وينتج في الزنقة، ما اعرفش ليه يعني. يحب يتزنق يعني، هو في حد بيضحك اهو. انما مش مضمون، الزنقة مش مضمونة. اللي يكسل يعتاد الكسل، واللي يفاجأ في الساعة الأخيرة إن المطلوب منه كتير قوي ممكن يتكسر ويصيبه اليأس. ولكن من مراحم الله أنه يقبل الخطاة حتى في الدقائق الأخيرة. إنما إيه هو الضامن؟ مفيش ضامن. خد وقتك أحسن. من الخطر أن يتوقع إنسان ما إن الوقت المتبقي كافي، أو ينتظر أو يأجل لحد الساعة 11-12. من العبارات اللي قريتها زمان وأثرت فيا: توبة المريض مريضة وتوبة الميت ميتة. توبة المريض مريضة وتوبة الميت ميتة. وفي كتاب للمتنيح القمصي منسى يوحنا كان عندنا في ملاوي، يقول إن توبة الخطاة عند الموت لا تقبل غالبا. توبة الخطاة عند الموت لا تقبل غالبا. تعرفوا ليه؟ واحد بيحتضر، نجيب لك ابونا يناولك، يقول هات ابونا بحب التناول. يا راجل، ده ياما اتحايلوا عليك وياما ألحوا عليك
وانت تسخر وتستخف وتقول اذهب الآن وإذا حصل لي وقت أستدعيك. نقرأ لك في الإنجيل أيوة بحب الإنجيل ولا بيحب الإنجيل ولا حاجة. نشغل لك القداس يقول بحب القداس قوي. فين بقى المحك هنا؟ لو صحي من المرض واستعاد صحته هيعمل ايه؟ هيحب الصلاة والإنجيل والتناول والخدمة ولا يرجع لسابق عادته؟ في قصة مشهورة اسمها اليقظة المتأخرة. في بعض الناس وهم نايمين يقوموا من النوم يتحرك وياكل ويشرب ويتكلم ويرجع ينام تاني. تحاول تفكروا بعد ما يصحى الصبح ما يفتكرش ابدا. حاجة كده وحشة يعني. في بنت كانت نايمة بالنهار قامت من النوم طلعت على سطح العمارة وقفت على الحرف. الناس اتلموا في الشارع واتلموا على السطوح حواليها وعمالين ينادوا عليها والحياة جميلة وما تنتحريش ولو عندك مشكلة نحلها لك. وجي البوليس وجت الإسعاف وجت فرق إنقاذ والشارع اتملى ناس والسطوح اتملت ناس حواليها وهي عمالة تبص ومش شايفة حاجة، مش مدركة، وعمالة تبص حواليها في بلاها مش مدركة. في اللحظة اللي أدركت فيها وفاقت طبت ماتت. ما هو هالمنظر منظر مهول صدمت بيه. يعني أول ما فاقت إيه ده كل ده وهي على حرف العمارة طبت ماتت. يسموها اليقظة المتأخرة. في واحدة من أمهات الرهبان اسمها الأم سيودورا قالت أعرف إنسانا راهبا كان إذا اعتزم أن يبدأ صلاته تأخذه حمى وقشعريرة مقرونة بآلام شديدة في رأسه حتى أنه يتوهم أنه عليل عنده حمى. أما هو فكان يقول لنفسه يا شقي لعلك تموت هذه الساعة فاغتنم صلاتك قبل موتك. وبهذا القول كان يلزم نفسه ويتمم صلاته وبمجرد فراغه من الصلاة تسكن عنه الحمى وتقف الألم والقشعريرة. وقالوا في التدبير في الصلاة كده ساعات واحد بيجي يصلي يقول يحس بقى انه عنده صداع وفي حرارة وظهره شدد عليه وركبه سايبة يقول ايه ده انا كأني هموت اصلي بقى قبل ما اموت. ويكتشف انها كانت حيلة. اقول لكم حاجة بسيطة. احيانا اثناء القداس تلاقي حد نايم على الدكة اللي قدامه او واقف رجل او رجل لا او بيتاوب او بيبص في الموبايل او الساعة. تقول يا حرام شايف الجهاد والتعب والمثابرة. يخلص القداس تتجدد فيه الحيوية والنشاط من حيث لا تدري ويقف بره في حوش الكنيسة ضعف الوقت اللي كان واقفه جوه. وينتبه انها مجرد حرب بس. عايز اقول على حاجة تانية من غير ما حد يتضايق. الذي يتهدد الإنسان ليس الموت ومفارقة الجسد فقط، لا، أربع حاجات بيتهددوا الإنسان. 1 الموت، 2 فقدان الرشد، 3 فقدان الذاكرة، 4 الدخول في غيبوبة. ودي مش مضمونة الأربعة، لا ليها قوانين ولا ليها وقت ولا حاجة خالص. فما فيش ضمان في التأجيل أبدا أبدا. ده السبب أن توبة الخطاة عند الموت لا تقبل غالبا. إيه المشكلة؟ أن في ال4 حالات دول هو بلا إرادة. هيتوب إزاي ملوش إرادة؟ ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. ولما حد يكون فاقد رشده ملوش إرادة، فاقد الذاكرة ملوش إرادة، دخل في غيبوبة لأي سبب ملوش إرادة. وجايز ما تابش لا قبل الجنون ولا فقدان الذاكرة ولا الدخول في غيبوبة ويضيع. عاش آباؤنا وكتير منكم في طقس الساعة 11 اعتبر أنه كل يوم هو آخر ما تبقى ليهم في الحياة.
قديس يوحنا الدرجي ده يقول: لا يستطيع إنسان أن يختار يوما كما ينبغي ما لم يحسب ذلك اليوم آخر أيام حياته. يعني لو حد فيكم حب يختار يوم يعيش فيه مثالي يعتبره آخر يوم، واعتبروا ان الساعة اللي بيوصلوا لها دي آخر ساعة. ده الأم سارة تقول: بحط رجلي على السلم وقبل ما انقلها للدرجة الثانية بتوقع الموت. وأنبا أنطونيوس بيقول: لا تدع نفسك للكسل لحظة واحدة، تفكر في كل يوم أنه آخر ما بقي ليك في هذا العالم، فإن ذلك ينقذك من الخطية. مما يهب الرجاء لمن أفاقوا أخيرا ما ورد في مثل الفعل والكرم. صاحب الكرم أعطى الأصحاب الساعة 11 زي ما إدى الأصحاب الساعة الأولى، زي اللي اشتغلوا اليوم كله. ولو حد عاتب ربنا يقول له: أم عينك شريرة لأني صالح؟ أنا ما ظلمتكش. كتير طلبوا من ربنا أنهم يكونوا في درجة الساعة 11 راضيين وأنعين، المهم ألا نحرم من الملكوت. زي الراهب العجوز، كان عندنا عجوز اتنيح من فترة، يقول ربنا: عاوز أدخل الملكوت إن شاء الله في السبنسة. عارفين السبنسة؟ آخر عربية في القطر، لا فيها تكييف ولا مقاعد مريحة ولا متقفلة ولا حاجة خالص، حتة قفص كده. يقول المهم الباب يتقفل وأنا جوه، إن شاء الله أكون آخر رقم في الطابور، بس ما يتقفلش الباب وأنا بره آخر واحد يدخل، بس أحسب من ضمن اللي دخلوا. وفي مديحة بتتقال الأيام دي في نهضة الست العذراء: يا أم النور كم أجير جه في الآخر وأخذ الأجرة، وأنا المسكين أتيت أخير، طباك أيتها العذراء. في مديحة اسمها طباك أيتها العذراء. أنا أعتقد أن أصحاب الساعة 11 زي الناس اللي بيحصلوا على درجات الرأفة في الامتحانات، حاولوا وبذلوا مجهود ويستحقوا التشجيع. ده من ضمن الناس اللي حسبوا من ضمن أصحاب الساعة 11 الابن اللي رفض مشورة أبيه ولكنه ندم أخيرا. اذهب اعمل يوم في كرمي، الأولاني قال له: ها أنا ذا ولم يذهب، والتاني قال له: لا، ولكنه ندم أخيرا. فاكر ان ماري إسحاق السورياني ليه عبارة مشهورة بيكتبوها بعض الرهبان على المراقد بتاعتهم. الأسرة اللي بيناموا عليها الرهبان اسمها مراقد، برضو رقاد وتحمل المعنيين، بقى حاجة كده واطية شوية ومش سرير بالمعنى الكامل يعني. ويكتبوا كده عليه قول ماري إسحاق: لعلك يا مرقدي تكون قبري في، برافو عليك، في واحد حافظها منكم، لعلك يا مرقدي تكون قبري في هذه الليلة. عشان كده سموها مراقد، ما سموهاش أسرة، الأماكن اللي بينام فيها الرهبان. ويبتدوا التسبيح عند نص الليل، ما يسيبوش الكنيسة إلا عند الأبد، عند الحياة الجديدة. أخشى أن يعاتب السيد المسيح البعض زي اللي لقاهم في البستان نايمين وقال لهم: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.